فبيقول لي يا كابتن بركات هتقعد في النادي ولا هتمشي؟ فانا بقول له لا ان شاء الله قاعد قاعد. قال لي هتقعد بذمتك هتقعد؟ قلت له يا اخي هقعد. قال لي هتمضي كام سنه؟ قلت له ان شاء الله بقول له همضي 3 سنين. فالراجل لقيته مره واحده قال هي، ولقيته قام عامل على والله يا كابتن والله اقسم لك بالله الموقف دوت والله حصل. والموقف دوت يعني هو اللي خلى الواحد يعني حس بحب الناس اللي هي الناس حتى الناس الغلابه. يعني الراجل الغلبان هو كل يعني الراجل بيحب محمد بركات وبيعشق النادي الاهلي. وكم كانت سعادته اما عرف ان انا بقول له لا انا هقعد 3 سنين وان شاء الله. فالراجل بيقول هيه راح طار مع الموتوسيكل. سبحان الله. حسيت ساعتها انت خلاص مفيش مفر بقى؟ لا مفيش مفر. لازم ادوسه لازم. حسيت بشويه قلق الشهر اللي فات؟ طبعا. زي ما بقول لحضرتك الموجه كانت عليا يعني عاليه قوي. يمكن ما بقيتش بقى خلاص اتابع جرايد الفتره الاخرانيه، ما بتابعش. انت اصلا مش مهتم بالصحافه قوي يعني، انت مش اعلامجي قوي يعني؟ لا. وبعدين يا كابتن شوبير يعني انا مش عارف هي عاده وحشه ولا عاده كويسه بصراحه. عاده كويسه يعني انا بصراحه عاده كويسه. انا كل الناس بيقولوا لي دي حاجه وحشه ان انت دايما بتبقى بعيد انما انا بلاحظ في المواقف اللي هي الصعبه يعني ما حدش بيقف في صفي. ما حدش بيقف في صفك؟ ما حدش يعني ما حدش بيتكلم عليا كلمه كويسه. ما حدش، او بمعنى اصح ما بلاقيش اللي بيدافع عني. علشان انا متعود ان انا ابقى بعيد. البعد دوت يا كابتن شوبير لا هو تكبر ولا هو غرور. لا انت ابسط ما يكون، ولكن هو دوت الواقع بتاعي وهي دي طبيعتي من زمان. فما ينفعش ان انا اغيرها دلوقتي لان انا دايما ببقى يعني بعيد شويه. بس انت خفيف الدم يعني ايه، الناس عارفه ان دمك خفيف وابن نكته واللعيبه تبقى فرحانه وانت موجود معاهم. وكل واحد يعني ابو تريكه يقول لي انا لما اكون متضايق قوي او جاي جاري على بركات. سيد معوض يقول لي بركات ده يعني التتر بتاع البرنامج خد بالك بركات ده فعلا ده. كلهم بيبقوا فرحانين بيك. انا بقول لك البعد عن الاعلام ان انت تقرا الحاجات اللي تضايقك وتتفرج على الحاجات اللي تضايقك، لكن لابد ان يكون لك علاقات ببعض الاعلاميين، لابد ان يكون لك اتصالات. ده مش مظبوط انك تكون بعيد عن الجانب الاعلامي، وانت جربته في رمضان واظن كنت سعيد بالتجربه. والله فعلا يعني انا طبعا اكيد التجربه ديت انا كنت سعيد بيها. بس اللي انا عايز اقوله ان التجربه دهيت يعني ايه اللي هي يعني جت على رمضان. فاني جت فاني في رمضان 30 يوم والناس بتحب يعني انها تضحك وتهزر. فطبعا خلصنا، انما يعني مش هو دوت اللي فيها فلوس حلوه برضه، المصاري حلوه. دوس سبوبه بقى. سبوبه. انا عرفت ان خصموا لك 50,000 جنيه في النادي باين على البرنامج ده. لا يا كابتن لا ما حصلش. لا وبعدين انت ما خدتش اذن وكده لا مش حكايه كده. هو الحمد لله يمكن الحاجه كانت لذيذه وحاجه كانت كويسه. ما كانش فيها اي اساءه ولا اي حاجه لا خارجه. لا بالعكس فاني لذيذه. يعني انما هو طبعا برضو في نفس الوقت كابتن هادي كلمني وقال لي بعد كده ما هيبقى في حاجه مثلا زي كده تيجي وتقعد معايا ونتكلم على اساس برضو نشوف قبلها وكده، يعني ما نبقاش مثلا مفاجاه لينا زي المره اللي فاتت. قلت له لا خلاص ما فيش مشاكل، ولو انتوا حابين اساسا كمان بلاش منه خالص خلاص اوكي ما فيش اي حاجه. انا في الاول بركات مشوار طويل يعني، سكه حديد، اسماعيلي، اهلي، جده، عربي، كويتي، الاهلي المصري، لكن الانطلاقه النجوميه مع النادي الاهلي المصري. زي ما قلت لك نادي الاسماعيلي حاطيني على طبعا مش عايز كلام على الخريطه، مش عايز كلام، بس بركات بس يعني النادي الاهلي طبعا الوضع برضو يعني عايز اقول لك ان هو برضو مختلف بانجازاته وببطولاته. الحمد لله يعني مع النادي الاهلي حققت يمكن 17 18 بطوله. ربنا وفقني ان انا برضو اخد بعض الالقاب حتى الشخصيه اللي لولا وجودي في النادي الاهلي ما كنتش يعني ينفع ان انا هاخدها. كان هيبقى من الصعب ان انت هتاخدها وانت بعيد عن النادي الاهلي، زي لقب احسن لاعب في افريقيا BBC، احسن لاعب عربي ما شاء الله، عربي اللي فاتت، احسن لاعب في بطولات افريقيا. كانت الفلوس دي ولا ببلاش اللي فاتت دي؟ فيها تمشي الظرف حلو. مش بطال بس تصدق مش زي زمان برضه. مش زي زمان. بس اهو يعني يجيب حق الرحله والله يا كابتن الحمد لله. بس عايز اقول لك يعني الحاجه دهيت بتبقى يعني يعني شرف طبعا. بتبقى شرف للواحد ان الواحد حتى ياخد الشعار اللي انا بستلمه دوت ان انا احطه في دولاب الهدايا والكؤوس بتاعي دوت عندي بالدنيا بغض النظر عن اي فلوس. لان العمليه ودايما يا كابتن شوبير عايزين نفهم الناس ان العمليه ما بتبقاش دايما عمليه فلوس ماديه. في ناس دايما على طول بتحب تتكلم في الفلوس. الفلوس كويسه طبعا وكل حاجه، انما مش هي اصل كل حاجه.
طب هسالك وجاوبني بصراحه. يعني انت خدت الجائزتين دول وابو تريكه خد الجائزتين دول. ابو تريكه لما خدهم يعني كانت هناك احتفاليات غير عاديه. بركات لما خدهم يمكن ما حدش حس بيهم قوي، خدت لحظتها وما كمان. هل ده بيزعلك بيضايقك؟ بتحس ان انت، انا عارف علاقتك بابو تريكه هايله طبعا يا كابتن، لكن ده بيخليك كده تحس حتى على الاقل بنوع من انواع الغضب او الزعل؟ لا يا كابتن، بص عايز اقول لك حاجه يا كابتن، ما فيش حد بياخد اكتر من نصيبه اكيد. وانا كفايه ان انا عارف ان الناس بتحب محمد بركات. يعني ديت انا من جوايا حاسسها وعارفها ومتاكد منها، فانا ديت عندي بالدنيا. بغض النظر بعد كده بقى اذا كان جايزه بقى ايه تعمل لها او ما يتعمل لهاش، الناس تهلل او ما تهللش، ديت حاجه يعني مش هتزودني كتير يعني. انما الحمد لله ان انا حاسس ان الناس بتحبني. طيب التجديد خدت وقت طويل جدا، قالوا ايام مانويل جوزيه بركات ما كانش بيفكر كتير في التجديد، رغم انك كنت في عزك يعني وما زلت ما شاء الله، لكن على الاقل السن كان اقل من كده بشويه. منتخب مصر على طول مكسر الدنيا بشكل غير عادي. البعض ربط بين عدم تجديدك وانك يعني قصه ان مانويل جوزيه مش موجود. لا يا كابتن، ما هو مانويل جوزيه مش هيبقى موجود في النادي الاهلي طول عمره. يعني مش هيبقى موجود في النادي الاهلي طول عمره. يعني دلوقتي موجود الكابتن حسام واحنا موجودين. وطبعا يعني الكابتن حسام نتمنى ان هو يقعد معانا على طول. انما الكابتن حسام لو مش متواجد هيجي واحد غيره برضه ان شاء الله هنبقى موجودين. فالعمليه مش مرتبطه بمدرب، مش مرتبطه بحاجه خالص. وزي ما كابتن كان ساعات الناس برضه بركات هو الفتى المدلل لجوزيه. وبعد يومين يطلع واحد تاني يقول لك ابو تريكه الفتى المدلل، وناس تانيه تقول لك اصل شادي بيلعب علشان شادي الفتى المدلل. فكل شويه بيطلعوا فتى مدلل. فهو الراجل كان بيعامل الناس كلها معامله كويسه، انما ملهاش دعوه خالص. بس بالتاكيد جوزيه بالنسبه لبركات، عشان يا كابتن احنا قعدنا مع بعض فتره كبيره، احنا قعدنا مع بعض سنين. يعني قعدنا مع بعض 5 سنين. حتى يعني حتى اللي هو كان على علاقه مثلا وحشه بالراجل او اتخانق مع الراجل او كده، زعل عليه ما جه مشي. لا بس بالتحديد انت وابو تريكه لكم علاقه خاصه بجوزيه وانتوا بتعترفوا بفضل الراجل عليكم. والله يا كابتن بص، هو الراجل ما كانش بصراحه يعني بيسيب مناسبه غير دايما لما كان بيشيد بينا. وكان الراجل دايما يعني تحس ان هو بيعاملنا يعني كلاعيبه كبيره، كان دايما مكبرنا. الراجل برضو كان، انا ما انساش مره كان عنده احتفال في السفاره، لا كان في مبنى الشباب والرياضه. كان جاي باولو روسي، ويعني كان في ليله كده تبع اليونيسيف. موضوع كبير كده ما بشغلش نفسي بيه يعني. كابتن شوبير ما عديها. وانا اللي قلت، انت اللي قلت، وانا اللي بحكي، انت اللي بتحكي. لا لا لا. المهم هو الراجل يعني جاي لي انا وابو تريكه وقال لي يعني انا معزوم في الحفله دهيت، واحب ان انت وابو تريكه تبقوا موجودين معايا وقاعدين جنبي في الحفله. فديت يا كابتن يعني حاجه، كون ان الراجل اللي يبقى معزوم في حاجه بعيده عننا خالص ويجي يطلب مننا انا وابو تريكه ان احنا نبقى موجودين معاه في الحفله، دي حاجه يعني يقول لك ان الراجل دوت فعلا مكبرنا، والراجل ده بيحترمنا يعني. حتى يعني ككوره وبره الكوره حتى. ككوره فرق معاك؟ طبعا اكيد. يعني اكيد الواحد ساعات بيبقى بيلعب كوره، ساعات بيبقى فيه حته كسل، ساعات بيبقى فيه حته تعب، ساعات لا هو ما ينفعش. هو انت يعلمك ازاي انت تتغلب على الحاجات دي. مفيش حاجه اسمها كده خالص. انت لما التمرين يخلص، اما الماتش يخلص، يبقى ريح براحتك. لكن المباراه ما فيهاش هزار. بالظبط.